بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ هنبدا الفيديو بتاعنا النهارده مش من عند الحمام، لان لقينا في تفاعل كتير جدا وناس كتير جدا عايزه تعرف معلومات عن دجاج البراهما العملاق. طبعا يا جماعه الخير، زي ما قلنا الفتره الاخيره من افضل المشاريع ان انت ممكن ان انت تستثمر منها، خصوصا اخواتنا ستات البيوت. ان شاء الله دجاج عملاق فعلا، دجاج بياض فعلا، دجاج تستخدمه للاكل، دجاج تستخدمه للزينه. دجاج يا جماعه فيه مميزات كتير جدا. اكتبوا لنا في التعليقات محتاجين ايه تعرفوه عن دجاج البراهما، هقول لكم كل اللي انتم محتاجينه باذن الله تعالى. تعالوا بقى اوريكم الدجاج اللي هو بيحضن البيض، ودي ميزه على فكره، ميزه كبيره جدا في الدجاج البراهما العملاق. دول يا شباب اسره، ده الديك حورس بتاعنا الجميل ما شاء الله، معاه 4 فرخات. تعالوا اوريكم الفرخه الرابعه. على فكره الفراخ دي بترقد وبتحضن البيض بتاعها وبيطلع احلى كتاكيت في الدنيا. تعالوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شباب ما شاء الله تبارك الرحمن. الكتاكيت ده شباب دلوقتي وصلت ممكن 20 يوم تقريبا، شايفين يا جماعه الخير؟ طيب الديك من الفرخه بينعرف على عمر قد ايه؟ مش عايز اقول لك وافاجئك ان بينعرف على 3 شهور بالنسبه لو انت لسه مبتدئ، ولكن لو غاوي ممكن تعرفهم قبل كده. لو انت غاوي ممكن تعرفهم قبل كده. شايفين الفرخه وجمال الفرخه ما شاء الله؟ ديت الام حنينه حنينه جدا. تعالوا بقى نشوف. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جدعان، بصوا يا شباب ما شاء الله. شايفين تقفيله الريشه؟ هتلاقيها ريشه وريشه. بصوا هو مش باين قوي لسه لان اعمار صغيره. بنعرف على قد ايه؟ بنعرف على 3 شهور الديك من الفرخه، مش زي البلدي بقى بيطلع له عرف بسرعه. والبلدي طبعا بتلاقي ان 20 يوم كده ولا حاجه ويبدا العرف بتاعه بيظهر، لا. ودولت كمان مش بيأذن على يعني ممكن 10 شهور. ده فيومي يا جماعه الخير، الفرختين دولت فيومي، الكتكوتين دولت فيومي. والفيومي طبعا يعني مش عايز اقول لك، هفاجئك ان الفيومي ده ممكن 10 ايام ويأذن. الفيومي ده يا جماعه 10 ايام ويأذن. ده ديك معروف اهوت وبنعرف بدري. الفراخ الفيومي طبعا ما عادش في فيومي في مصر قد كده، يعني ان الفيومي اخواتنا في الخليج بدأوا ان هم ياخدوا الفيومي وطبعا يشتغلوا عليه، لان الفيومي ده اليوم ببيضه. دجاج الفيومي ده يا جماعه الخير اليوم بتاعه ببيضه ما شاء الله، ونموه سريع جدا وبيبيض على 4 شهور. يعني الكتكوت اول ما بيطلع من البيضه 4 شهور ويبدا ان هو يبيض عندك وان هو يشتغل عندك. زي ما قلنا لو انت عايز تعمل اسره، ممكن ديك وثلاث 4 فرخات حلو جدا ان شاء الله. معلم حورس ما بيروقش ولا مره. شايفين ضخامه الديك وحجم الديك ما شاء الله؟ بصوا يا شباب حاجه فعلا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه محترمه. شايفين الفراخ؟ النقشه طبعا بتفرق. النقشه ديت يا جماعه الوان الريش ده بيفرق. زي ما قلنا ده اسمه اسبرايت فضي، مش بربي غير السلاله ديت بفضل الله، عشان موضوع الخليط وفرخه لايت مع سبرايت وفرخه مثلا كولومبي مع سبرايت ذهبي، لا. كل اللي عندنا بفضل الله سبرايت فضي. ده يا شباب اسمه سبرايت فضي ما شاء الله. شايفين الديك ظهره على شكل 7، الانسيال بتاع الريش، الكوع يا شباب، شايفين الريش اللي في الشراويل اللي تحت ما شاء الله. الدجاج ده بيستحمل الصيف وبيستحمل الشتاء. اهو احنا في عز الصيف، لا مكيفات ولا مراوح ولا شفاطات، بنربيه طبيعي جدا وعادي جدا زيه زي الفراخ البلدي. الكتاكيت ديت من عمر يوم لعمر شهر باكلهم اللي هو العلف 23% الناعم من يوم لشهر. من شهر ل3 شهور بناكلهم علف خشن. من شهر ل3 شهور علف اللي هو بروتين 21%. بعد كده يا جماعه باكلهم اي زيادات اكل من البيت عادي، وممكن ان انا احط لهم قمح اللي هو الغله، قمح وتشيش وعلف، قمح وتشيش وعلف، تلت وتلت وتلت. بعمل لهم خلطه يا جماعه وبنبدا ناكلهم بعد ما بيعدوا ال3 شهور. بيتربوا فين؟ يتربوا في اي مكان عندك في المنزل يكون جيد التهويه، ربيهم عندك عادي ما عندكش اي مشكله. تطلع على المكان اللي انت متربي فيه، انت تبقى حابب ان انت تشوف الفراخ ده يا جماعه، تبقى حابب ان انت تبص في الفراخ دي. البراهما شباب مشروع لو انت يعني عايز تزود الدخل عندك، هتقدر تزود الدخل من مشروع دجاج البراهما. عشان تعرف الديك مستواه عالي ولا لا، بص في الظهر كده هتلاقيه على شكل 7 والظهر يكون عريض. بص الظهر الديك عامل ازاي؟
عامل شكل 7 لفوق. لو الديك ظهره مسطح تعرف ان هو مش اصلي. لو الديك ظهره مسطح تعرف ان هو مش اصلي. التاج ده يا جماعه، العرف ده نظام تاج. بص في العرف كده نظام تاج. بص كده، بص مش اللي هو مشرشر. بص اهو ده نظام يا جماعه خير تاج. في ناس بتسميه فراولايه هو، لكن هو بيكون زي شكل التاج كده. ما شاء الله، حاجه كده ما شاء الله تفرح يعني. مش حاجه لا حاجه. لو انت الدجاج ده فيه ميزه كمان ان هو هادي جدا. الدجاج ده مش اللي هو زي البلدي بيجري ويتنطط والكلام ده، لا. هو وزنه عشان وزنه بيكون ضخم شويه، فبتكون الحركه بتاعته بطيئه. يعني ممكن تربيه في اي مكان عندك عادي خالص، مفيش اي مشكله. فالدجاج ده يستحسن ان انت تربيه لو انت عندك مثلا حديقه قدام البيت، لو عندك مكان فاضي فوق السطح، لو قاعد في كومباوند حتى هتقدر تربيه، لان هو مش صوته مش مزعج ولا حاجه، ودجاج هادي مش اللي هو بيجري ويتنطط والكلام ده كله. طيب فرشه الارضيه يا شباب عادي خالص. انا فرش رمل في الارضيه اهوت، بغيرها لهم كل 10 15 يوم مره، ما عنديش اي مشكله. ولكن نهتم لو الجو ساقعه يبقى لازم تفرش نشاره خشب، عشان احنا في الصيف. فانا فرش لهم رمله في الارضيه عادي خالص. مسه الميه عادي خالص اهيت، هنبدا نكبر لهم مسه الميه. العلافه يا شباب زي ما انت شايف اهوت. ديت معلومات مبدئيه كده عن موضوع دجاج البراهمه العملاق. طبعا يا جماعه مفاجاه ان دجاج البراهمه بيبيض في السنه ممكن يوصل ل 250 بيضه. انا اتفاجئت بالموضوع ده الصراحه. بيضه زي الدجاج البلدي، بيض يا جماعه بتاعه زي الدجاج البلدي. وكمان الديوك يعني بتوصل احجام لو انت عايز تستخدمها للذبح فانت بتذبح منها. هو مش دجاج زينه فقط، ولكن هو اصلا زي ما قلنا ان امريكا كانت مهجنه السلالات دي، جايبه دجاجه من الصين مع دجاجه من الهند، وبداوا يعملوا لنا السلاله اللي انتوا شايفينها دلوقتي عشان يغطوا الاقتصاد بتاعهم من اللحوم. وده دخل دول يا جماعه الخير، ده دخل دول اشتغلوا على الفرخه ديت لحد ما جابوا لنا الحجم ده. الفرخه دي فيها اكتر من ميزه، فيها مميزات كتيره جدا بالنسبه لدجاج البراهمه العملاق. وهو طبعا خد اسم العملاق من احجامه العملاقه. ممكن الكاميرا ما تكونش مبينه حجم الدجاجه ديت، ولكن هو فعلا دجاج عملاق. وكمان يعني انا اتفاجئت ان هو بيستحمل الصيف بيستحمل الشتاء، مناعته مش بطاله، مناعته كويسه. ممكن لو كل 10 15 يوم اديت اميولانت على الميه رافع مناعه، فهيكون المشروع معاك كويس جدا والمشروع معاك مربح جدا. ده الفيديو يا شباب بتاع النهارده عن دجاج البراهمه العملاق. اتمنى يا شباب يكون الفيديو عجبكم ويكون قدم لكم معلومه. ان شاء الله تعالى اشوفكم في فيديوهات مقبله. صدقكم الله. السلام عليكم.